كلنا في الأيام دي محتاجين أكلات سهلة وسريعة وما تاخدش مننا وقت ولا مجهود، وكمان كلها تتعمل في صينية واحدة عشان ما تاخدش مننا وقت خالص. ومفيش أجمل ولا أحلى من صينية الفراخ بالتتبيلة دي. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف وصفتها. في بولة معانا معلقتين كبار من الصلصة المعلبة، ربع كوباية صغيرة من الزيت، كمان معانا 4 معالق كبار من الخل، نص ليمونة هنعصرها، هنضيف معلقة كبيرة من دبس الرمان، معلقة كبيرة من الصويا صوص، وهنضيف فلفل اسود، وكمان هنضيف ملح حسب كمية الفراخ بتاعتك. هنضيف ربع معلقة صغيرة من البصل البودر، وكمان ربع معلقة صغيرة من الثوم البودر، كمان ربع معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة. معانا بقى تتبيلة الدجاج الشرقي من برافا. بصراحة بهارات برافا بتسهل عليا أي أكلة أو تتبيلة، لأن بتخلي أي أكلة أو تتبيلة ليها طعم تاني خالص، وبتغنيني عن أي إضافة أي بهارات تانية. ضفت معلقة كبيرة من تتبيلة الدجاج الشرقي، وبعد كده هضيف كمان معلقتين كبار من الكزبرة الخضراء، بتدينا بقى طعم تاني خالص للتتبيلة. معلقتين كده من الورق بس مش العيدان، من الكزبرة الخضراء. بعد كده هنضيف بقى الفراخ بتاعتنا، واي جزء في الفرخه ينفع. دي اوراق فراخ فغسلتها كويس جدا، صفيتها تماما من الميه عشان تشرب التتبيله، وبعد كده بنغزها بالسكينه علشان تشرب التتبيله. وهمسك قطع قطع من الفراخ، وهحاول بقى ادخل التتبيله تحت الجلد وفي كل حته في قطعه الفرخه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، علشان التتبيله كده توصل معايا في كل حته في الفرخه وتدينا طعم حلو. سيبيها بقى في التلاجة ساعه، ساعتين، 3، نص ساعه، زي ما تحبي. انا سويتها على طول لاني كنت مستعجله. في اي صينيه متوفره عندك، وضفت كده فيها حوالي بصلتين قطعتهم، وضفت عليهم الفراخ وبقيه التتبيله، ورشه بقى من السمسم. وشوفي بقى الطعم، الكزبره مع السمسم مع البهارات والتتبيله اللي احنا ضفناها مخليه طعم الفراخ في حته تانية خالص. وخلاص كده الاكله بتاعتنا خلصت. شايفين بقى السهوله قد ايه سهله وبسيطه. ضيفي بقى بطاطس تحتيها، ينفع بصل بس زي ما انا ضفت اي خضار انت حابه، من غير ولا نقطه ميه في الصينيه. مش هنحط خالص ميه زي ما انتوا شايفين كده. هغطيه على طول بالورق الفويل، وهدخلها الفرن على درجه حراره فوق المتوسطه في الرف المتوسط، وهسيبها بقى مع نفسها كده لحد ما تحمر وتستوي وتبقى معانا بالجمال ده. قدميها بقى مع رز بشعريه، رز ابيض، مكرونه، رز بسمتي، اي حاجه هتبقى جنبها خطيره جدا. كمان ممكن تنفع بالعيش كده، وسلطه طحينه وسلطه خضراء برضو هتبقى خطيره. والاكله بتاعتنا خلصت. جربوها، متاكده هتحبوها. ما تنسوش اللايك والمتابعه لو عجبكم الفيديو.